تخيل معايا الا قلت لك نمشيو نشوفوا حياتك من بعد 5 سنين، واش غنشوفوا انسان ناجح ولا غنشوفوا واحد مازال كيقول غدا نبدا؟ الفرق بين هاد جوج الاشخاص ماشي الذكاء وماشي الزهر وماشي حتى الفلوس. الفرق الحقيقي هو القرارات الصغيرة اللي كياخدوها كل نهار. كاين واحد السؤال عمرنا وقفنا نسولوه لراسنا: علاش بعض الناس كيتبدلوا فعلا وكيوليو احسن نسخة من راسهم، بينما ناس اخرين كيبقاو عايشين نفس النهار بنفس المشاكل بنفس الاعذار وبنفس الاحلام؟ يمكن غادي تقول الظروف، ولكن هذا اكبر فخ كيطيحوا فيه اغلبيه ديال الناس، حيت العقل ديالنا عنده طريقه غريبه في التفكير. كيقنعك ان التغيير خاصو يجي مره واحده، كيقنعك انك خاصك تكون متحمس باش تبدا، وانك خاصك تسنى الوقت المناسب. ولكن الحقيقه الوقت المناسب ما كيجيش، الوقت المناسب هو القرار اللي كتاخدو دابا. هاد الهضره يمكن تبان لك هضره عاديه، ولكن الا رجعتي تشوف حياتك غادي تكتشف ان اكبر القرارات اللي ندمتي عليها ما كانتش قرارات خديتيها، وانما كانت قرارات ما خديتيهاش اصلا. الفرصه اللي ما جربتيش، المشروع اللي قلتي عليه من بعد وما بديتيهش، الكتاب اللي كتقول كل مره غادي نقراه وما قريتيش، الحلم اللي دفنتيه غير حيت خفتي من هضرات الناس. والايام دازت حتى وليتي مقتنع ان هذه هي حياتك. ولكن خليني نسولك واحد السؤال: واش فكرتي شي نهار ان العدو ديالك الحقيقي ماشي هو العجز؟ العدو ديالك الحقيقي هو انك وليتي مرتاح مع التأجيل. كل نهار كتقول اليوم ماشي الوقت المناسب باش نبدا، وغدا كتعاود نفس الجمله، ومن بعد شهر نفس الجمله، وحتى من بعد عام، حتى كتولي الاعذار جزء من شخصيتك. والخطير ان مع الوقت ما كتبقاش كتشوف راسك كشخص كيأجل، وانما كتقول انا هكا، انا ما عنديش الانضباط، ما نقدر نحقق والو من داكشي اللي بغيت. كتقول هكا بحال الا هاد الهضره حقيقيه، بينما هي غير افكار كررتيها مع راسك حتى وليتي متيقها. الانسان ما كيتبدلش في النهار اللي كيحس فيه بالحماس، كيتبدل في النهار اللي كيدير الحاجه حتى هو ما عندوش الرغبه يديرها. وهنا كاين واحد الفرق قليل اللي كيرد ليه البال. كنظنوا ان الناس الناجحين عندهم اراده حديديه، وانهم كيفيقوا كل صباح متحمسين، وانهم كيبغيو الخدمه والرياضه والقرايه والانضباط. ولكن الحقيقه مختلفه. الفرق بيناتهم وبين اي شخص اخر ماشي انهم ما كيشدهمش العجز، الفرق هو انهم ما كيخليوش العجز يقرر بلاصتهم، حيث العقل البشري بطبيعته كيقلب على الراحه. هادشي ماشي ضعف، وماشي لانك شخص فاشل، هادشي جزء من الطريقه اللي خدام بها العقل ديالنا. العالم النفسي دانيال كيشرح ان العقل كيستعمل جوج طرق في التفكير. اول طريقه اللي هي طريقه سريعه كتقلب على الحلول السهله وعلى الراحه وعلى اقل جهد ممكن، والطريقه الثانيه هي طريقه بطيئه وهي كتحتاج التركيز والانضباط والصبر. داكشي علاش ملي كيبدا تليفونك يصوني مع 6 ديال الصباح باش يفيقك، كيجيك صوت داخلي كيقول لك نعس مازال غير 5 ديال الدقائق وفيق. وملي كتفكر انك تقرا كتاب كيقول لك هز التليفون غير شويه ومن بعد قرا. وملي كتبغي تبدا شي مشروع اللي باغي كيقنعك باللي باقي الوقت. المشكل ان هذا الصوت كيكون عقلك، حيت كيحاول يوفر الطاقه، ولكن النجاح عمره ما جا من طريق سهله. كل شخص وصل لشي حاجه كان مضطر في شي مرحله يدير شي حوايج ما كانش باغي يديرها. وهنا كنطيحوا في واحد الخطا اخر، كنبقاو كنتسناو الحماس، كنقولوا الا تحمست غادي نبدا، ولكن واش عمرك سولتي راسك فين كيمشي الحماس؟ علاش اول نهار كتكون مستعد تبدل حياتك كامله، ومن بعد سيمانه كتلقى راسك رجعتي لنفس العادات؟ عرفتي علاش؟ حيتاش الحماس شعور، والمشاعر كتجي وكتمشي. الا بنيتي حياتك على شعور غادي تحبس كل مره اختفى فيها هذاك الشعور، اما الا بنيتيها على عاده غادي تكمل حتى في النهار اللي ما عندك فيه حتى رغبه. داكشي علاش الناس اللي كتشوفهم منضبطين ما كيكونوش بالضروره اقوى منك، ولكن هما غير فهموا واحد الحقيقه اللي هي انهم ما خصهمش يحسوا بالرغبه باش يتحركوا، كيعرفوا ان الحركه هي اللي كتخلق الرغبه ماشي العكس. وفكر فيها مزيان، شحال من
مرة ما كنتيش باغي تخرج تمشى ولكن ملي خرجتي حسيتي براسك وليتي حسن؟ وشحال من مرة كنتي ما باغيش تقرا ولكن ملي قريتي 10 دقائق لقيتي راسك كملتي ساعة وانت كتقرا؟ هادشي كيبين لينا بلي البداية هي أصعب جزء، ماشي حيت المهمة صعيبة ولكن حيت العقل كيقاوم أي تغيير. ويمكن أخطر حاجة كديرها مع راسك هي أنك كتعطي قيمة كبيرة للإحساس ديالك في ديك اللحظة. إلا حسيتي بالرغبة بديتي، وإلا ما حسيتيش بها حبستي، وبهذه الطريقة كتولي المشاعر هي اللي كتحكم في حياتك. نسولك واحد السؤال، واش بغيتي تعيش حياتك كاملة تبع المزاج ديالك ولا تبع البلاصة اللي باغي توصل ليها؟ ويمكن دابا كتقول واش هادشي يعني أنني خصني نحارب راسي كل نهار؟ الجواب هو لا، حيت اكبر خطأ كيديروه الناس هو انهم كيحاولوا يبدلوا حياتهم كامله في نهار واحد. كيقرروا يديروا الرياضه ساعه ونص في النهار، ويقرا 50 صفحه من الكتاب، ويحبس التليفون نهائيا، وفي اليوم الثالث كيحبس كل شيء، ومن بعد كيقول ما عنديش الاراده. ولكن الحقيقه المشكل ما كانش فيك، المشكل كان في الحجم ديال التغيير اللي حاولتي ديرو. التغيير الحقيقي ما كيوقعش بالخطوات الكبيره، ولكن كيوقع بالخطوات الصغيره اللي كتكررها كل نهار. نعطيك مثال، بحال دابا عماره واش تبنات في نهار واحد؟ اكيد لا، قلت بقات تبنات بوحدها، وكل بريكه تحطت على اختها دقه دقه. وحتى الانسان كيتبنى بنفس الطريقه، كل قرار صغير كتاخذه اليوم كيزيد يبني شخصيتك غدا، وكل قرار كتأجله حتى هو كيبني شخصيتك، ولكن في الاتجاه المعاكس اللي هو سلبي. داكشي علاش خصك تفهم واحد الحقيقة، انت ما كتختارش غير شنو غادي دير اليوم، انت كتختار شنو غادي تكون من بعد عام. حيت الشخصية ماشي شي حاجة اللي تولدنا بها، الشخصية هي مجموعة من العادات اللي كنقرروها. إلا كل نهار كتهرب من المسؤولية غادي تولي شخص كيهرب من المسؤولية، وإلا كل نهار كتواجه الخوف حتى بخطوة صغيرة غادي تولي شجاع. ماشي حيت الخوف ما بقاش، ولكن حيت وليتي كتعرف تتعامل معاه. وكاين واحد السؤال خاص كل واحد يسولو لراسو، الا بقيتي كدير نفس الحوايج اللي كدير دابا، واش حياتك غادي تبدل من بعد عام ولا غادي تبقى هي نفسها؟ حيت بعض المرات كنتسناو نتائج جديده ولكن كنكرروا نفس التصرفات، وهذا الشيء راه مستحيل. كيفاش غادي توصل لبلاصه جديده الا بقيتي غادي في نفس الطريق؟ واكثر حاجه ما خصكش تبقى ديرها هي الطريقه اللي كتهضر بها مع راسك. كل نهار كتقول انا فاشل، انا ما نقدرش، ومع الوقت هاد الكلمات ما كتبقاش غير كلمات، كتولي الهويه ديالك. كتولي مقتنع انك هكا، مع ان الحقيقه مختلفه. انت ماشي شخص فاشل، انت شخص عنده عادات ما وصلتوش للبلاصه اللي بغا. وهذا فرق كبير، حيت العادات كتبدل. اما الا امنتي ان المشكل هو شخصيتك غادي تبقى حابس راسك في هذه الفكره سنوات. من اليوم بدل ما تقول كيفاش نولي انسان ناجح، قول شنو هي اصغر خطوه نقدر نديرها اليوم اللي غادي تخلي انا ديال من بعد تفتخر بيا. المهم انك دير شي حاجه اللي تخلي النسخه ديالك في المستقبل تشكرك عليها، ماشي تندم انك اجلتيها مره اخرى. يمكن دابا كتقول فراسك واش مازال عندي الوقت باش نتبدل، والجواب هو مادام انك كتنفس راه عندك الوقت، ولكن ما عندكش ضمانه باللي غدا غادي يكون موجود. بزاف ديال الناس كيموتوا وهم ما حققوش احلامهم، ماشي حيت ما كانوش ذكيين، وماشي حيت الحياه كانت الضد ديالهم، ولكن حيت كانوا ديما مقتنعين ان البدايه الحقيقيه غادي تكون من بعد، ومن بعد عمرها ما جات. تخيل معايا الا كان عندك حساب بنكي وكل صباح كتلقى فيه 86,400 درهم دخلات، ولكن خاصك تصرفهم كاملين قبل 12 ديال الليل والا غادي يضيعوا. واش غادي تخليهم يضيعوا؟ اكيد لا، غادي تستغل كل درهم. ولكن الغريب ان كل واحد فينا عنده حساب اغلى من الفلوس. كل صباح الحياه كتعطيك 86,400 ثانيه كدوز وعمرها ترجع مازال. وحنا كنضيعوا اغلب وقتنا في التاجيل وفي الخوف وفي التفكير الزائد، وحتى في مقارنه حياتنا مع حياه الناس، واننا كنتسناو الوقت المثالي. والوقت المثالي ما كاينش، وانما كاين قرار صغير يمكن يكون بسيط لدرجه انك تحتقره،
ولكن من بعد عام هذا القرار الصغير يقدر يكون هو السبب اللي غادي يبدل حياتك كامله. داكشي علاش من بعد ما يسالي هذا الفيديو ما بغيتكش تحس بالحماس، حيت الحماس غادي يمشي، ولكن بغيتك تحس بالمسؤوليه تجاه الانسان اللي غادي تكون من بعد 5 سنين. حيت هذا الانسان ما عندوش قدره يرجع اليوم، انت الوحيد اللي عندك هذه الفرصه. كل قرار غادي تاخده من بعد هذه اللحظه اما غادي يقربك من الشخص اللي باغي تولي او لا غادي يبعدك عليه. في الاخير بغيت نخليك مع واحد السؤال: إلا بقى كل شيء في حياتك كيف ما هو اليوم، نفس العادات ونفس الأعذار ونفس القرارات، واش غادي تكون فخور بالشخص اللي غادي تشوفه في المراية بعد 5 سنين؟ إلا كان الجواب ديالك هو لا، إذا البداية ما خصهاش تكون نهار 2 ولا الشهر الجاي ولا العام الجاي. البداية كتكون من أول قرار صغير غادي تاخده مباشرة من بعد ما تسالي هذا الفيديو، حيث أفضل نسخة منك ماشي شخص بعيد ولا حلم مستحيل. أفضل نسخة منك كتبنى كل نهار بقرار واحد، ثم قرار آخر، ثم قرار آخر. ويمكن بعد سنوات ملي ترجع تشوف حياتك غادي تكتشف أن أعظم تغيير وقع فيها بدا من لحظة صغيرة كنتي مستعد تقول فيها بركة من التأجيل، اليوم هو البداية. وهنا غنكون وصلنا للآخر ديال لا فيديو. كنتمنى الموضوع يكون عجبكم، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش تخليو لي في الكومونتير الموضوع اللي بغيتوني نهضر فيه في الفيديو الجاي. بسلامه.